السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انت بقى ايه تتبيله جربتي تعملي بيها صينيه البطاطس بالفراخ المشويه؟ تعالي شوفي التتبيله دي، حاجه كده تحفه حلوه حلاوه، مش هتنسوا طعمها. وكمان التتبيله دي سريعه جدا جدا للفراخ. هاتي بقى نص كيلو كده من البصل وقطعيه حلقات بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. المهم تكون حلقات رفيعه مش سميكه، انا عاملاها بالمبشره بتاعه البطاطس. تمام كده. عندي بقى 3 حبات من الطماطم متوسطين، و4 قرون من الشطة أو 3 قرون من الشطة، و4 فصوص من التوم كده، وأقطعهم زي السلطة كده عادي. ضيفي بقى عليهم كده نص معلقة من الزنجبيل، وحطي معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، وحطي نص معلقة برضو كبيرة، كل ده بمعلقة الطعام، نص معلقة كبيرة كده من القرفة بتديها طعم تحفة، نص معلقة بقى كده من السبع بهارات، وكمان هنديها كمان رشة كده من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وظبطي الملح بتاعك على حسب الرغبة. قلبي بقى المكونات دي كده كلها في بعضها. في مكون تاني هنضيفه، رشة كده من الزعتر. الزعتر بيدي الفراخ طعم تحفة، هيدي معاكي كده صينية البطاطس دي ريحة هتقلب الدنيا. بجد التتبيلة دي تحفة كده، وتتبيلة جديدة ولكن أنا جربتها وطلعت خطيرة. بعد ما قلبناهم هجيب بقى الصينية بتاعتي، وعندي نص كيلو من البطاطس مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما قشرتها طبعا. هاخد بقى نص كمية البصل بالخلطة اللي احنا عملناها عليه دي، واقلبها في البطاطس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هاتي بقى كمية الفراخ بتاعتك، وهاتي بقية التتبيلة اللي احنا عملناها ديت، وابدأي احشي تحت الجلد كده. انا هنا كده مستخدمة الافخاد بتاعة الفراخ. ابدأي كده ادعكي الفراخ بالتتبيلة دي كده، واحشي تحت الجلد جزء من البصل بالتتبيلة. بتكون حلوة قوي وسريعة، مش محتاجة ان انتي تسيبيها على جنب شوية تتشرب من التتبيلة اللي فيها. على طول انا هسويها، وبتكون طعمها جميل قوي قوي، ريحتها كده مختلفة وطعمها مختلف، هيقلب الدنيا معاكي حرفيا. على طول بقى كده هبدأ اجيب بقى كده ايه ورقة فويل، وهغطيها وادخلها الفرن على فرن ساخن مسبقا كده. حاطه بقى ايه كده الشبكة في النص في الفرن. وبعد كده ما يعدي ربع ساعة هبدأ اشيل الفويل من على الفراخ، واسيبها تكمل تسوية، تاخد ساعة الا ربع كده. بعد ربع ساعة ما شيلنا الفويل هسيبها ساعة الا ربع، هي تتحمر معاكي في الفرن يعني على طول. كنت عاملة معاها دسة رز هنا كده، هبقى انزل لكم الفيديو بتاعها، اللي هو الرز المعمر ده تحفة برضو كده من غير ما تشغلي الشواية. كل ما رفعنا الشبكة او الصينية اللي في الفرن عارفة اعلى في الفرن، بتبقى درجة حرارة الفرن فوق اعلى، فبيحمر معاكي وش الحاجة من غير ما تحتاجي تشغلي الشواية. طلعتها بعد ساعة زمن بقى طالعة تحفة، طعمها حلو قوي قوي ودايبة كده ومستوية. جربوها تعجبكم، ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة.